هنتكلم النهاردة عن ظهورات الرب يسوع المسيح بعد القيامة. بس نعرف ليه الأول رقم 40، لأن رقم 40 بيتكرر قدامنا في الكتاب المقدس كتير، لكن 40 يوم عشان يأكد على حقيقة قيامته، لأنه لو ظهر يوم أو أكتر كانوا مش هيصدقوا ويقولوا إن ده خيال، وكان ممكن يتشككوا كمان في قيامته. لكن 40 يوم دي مرات كتيرة والأشخاص كتيرة وفي أماكن مختلفة، ده كافي إن هما يتأكدوا من حقيقة قيامته. وزي ما احنا قلنا إن رقم 40 له معنى في الكتاب المقدس وبيتكرر كتير جدا. موسى النبي قعد 40 سنة في مصر و40 سنة في البرية و40 سنة في الخدمة، كانت حياته متقسمة. ولما طلع على الجبل طلع مرتين، كان كل مرة بيقعد 40 يوم. الرب يسوع المسيح صام برضو 40 يوم، لكن الرب يسوع المسيح بيرجع بينا في الكتاب المقدس في العهد القديم. 40 ده الجيل الواحد، يعني الجيل الواحد كان يبقى 40 سنة، وده بيعبر عن عمر إنسان كامل. عشان كده لما عاشوا 40 سنة في البرية كان بيعبر عن جيل. الرب يسوع المسيح لما قال لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، وده كان بيتكلم على خراب أورشليم. وفعلا ده في سنة 70 ميلادية، بعد لما اتكلم الرب يسوع المسيح حصل ده ب40 سنة لما جه القائد تيتوس. 40 حاصل ضرب 4 في 10. 10 بترمز للناموس لأنه كان 10 وصايا، والأربعة بترمز لأقطار الأرض وانتشار معرفة ربنا في كل الأرض. وعلى فكرة كان ممكن يبقى 30، 3 في 10. بنشوف ظهر الرب يسوع المسيح لمجموعات والناس لوحدهم، وبنلاحظ زي ما ظهر للمجموعات ظهر لناس ظهورات فردية. اللمسة الشخصية بتاع الرب يسوع المسيح زي ما جه لزكا والسامرية ونيكوديموس، الرب يسوع المسيح برضو لمسته الشخصية لما جه لكل واحد على حدة، زي معلمنا بطرس الرسول ويعقوب ومريم لوحدها. الخمس ظهورات اللي كانت يوم القيامة للمريمتين ومريم المجدلية وتلميذي عمواس ومار معلمنا بطرس الرسول والتلاميذ ومن غير توما. الخمس ظهورات التانية الرب يسوع المسيح لما ظهر للتلاميذ ومعهم توما الحد التالي للقيامة. التلاميذ وهم على بحر طبرية ومعجزة السمك، وظهر لمار معلمنا يعقوب زي ما احنا قلنا، وظهر للتلاميذ على جبل في الجليل، ولما ظهر لأكثر من 500 أخ ويوم الصعود. ونلاحظ أول ظهور ده كان للمريمتين، وده كان مكافأة على نشاطهم لأنهم راحوا والظلام باقي وكانت الدنيا لسه ضلمة والرجال كانوا نايمين. ظهر ليهم أيضا أولا عشان تحمل المرأة خبر القيامة الأول. القديس يوحنا ذهبي الفم قال كما حملت حواء لآدم قديما خبر الموت الثمرة فأكل، جعل ربنا خبر القيامة من نصيب حواء عشان تبشر بأن الموت ده خلاص انتهى. وبنشوف هنا في مار معلمنا متى 27 من أول آية 55: نساء كثيرات ينظرن من بعيد وهن كن قد تبعنا يسوع من الجليل. وفي مار معلمنا مرقس إصحاح 15 آية 40 بيقول وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد بينهن مريم مجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسلومة. إصحاح 28 وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر. أول آية 60 ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى، وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين اتجاه القبر. يوحنا في إصحاح 20 بيقولوا في أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باقي، فنظرت الحجر مرفوع عن القبر فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس
يعني لو بصينا في كل المجهود اللي عملته مريم المجدلية ومريم الأخرى والحب الكبير ومتابعين رب المجد لحظة بلحظة، مش غريبة جدا على الرب يسوع المسيح انه يكافئهم على الحب. لما الملاك ظهر للمريم، وفعلا وهم ماشيين رايحين علشان يخبروا التلاميذ، شافهم أو لقاهم الرب يسوع المسيح في الطريق، وفي الحتة دي سجدوا ليه وباسوا رجليه وشافوه وكانوا فرحانين جدا. بس لما راحوا للتلاميذ وقالوا، التلاميذ ما صدقوش الكلام ده وتهيالهم ان هم بيخرفوا او شافوا خيال. فللأسف هنا بنلاحظ ان مريم المجدلية اتأثرت بكلام التلاميذ وشكهم في القيامة، فرجعت تاني على القبر، وده كان الظهور التاني. رجعت تاني على القبر تبكي، فهي قاعدة بتبكي لأنه هي مش مصدقة ان الرب يسوع المسيح قام، ومش ما كانش مخها يستوعب فكرة القيامة، او بمعنى اصح هي ما سمعتش كتير قوي زي التلاميذ على ان الرب يسوع المسيح هيقوم. فالملائكة قالوا لها هنا انت بتبكي ليه؟ فقالت لهم ان هم اخذوا سيدي وانا مش عارفة هم حطوه فين. فالوقت ده في الوقت ده بصت وراها، شافت السيد المسيح، بس هي معرفتوش، لأن الرب يسوع المسيح الجسد هي كانت شايفة إن هو متألم، فمش مصدقة إن ده الرب يسوع المسيح اللي قدامها بالجسد الممجد ده. فلما شافته فقال لها انتي عايزة مين؟ فقالت له افتكرت ان هو البستاني. قالت له يا سيد ان كنت انت حملته فقل لي اين وضعته وانا اخذه. ففي الفترة دي التفتت، هنلاحظ هنا التفتت مرتين، لان هي لما شافت بصت على الملاك، فالملاك لما شاف السيد المسيح وراها لما تجعله البستاني، فالملاك تقريبا سجد، فهي بصت تشوف مين اللي وراها، لقت البستاني، فكأنها رجعت تاني تبص تاني عليه على الملاك وبتقول له انت بتعمل الحركة دي ليه، او انت سجدت ليه؟ فمن هنا وهي عاطية ظهرها للسيد المسيح قال لها يا مريم. فمن أول وهلة عرفت إن هو الرب يسوع المسيح. بس هنا قالت له ربوني، يعني يا معلم. فهنا السيد المسيح في فرق بين ماري معلمنا توما ومريم. ماري معلمنا توما قال ربي وإلهي، لكن هي هنا بتقول معلمي، يعني هي مش مصدقة إن هو قام. فالسيد المسيح هنا قال لها انتي ما تلمسنيش بالإيمان ده، علشان كده قال لها لا تلمسيني، مع انها لسه فجر الصبح ظهر لها وشافت الملائكة وباست ايديه ورجليه، فهي اتشككت من ايمان التلاميذ ومن طريقتهم. فعلشان كده الرب يسوع المسيح بعتها تاني، لان هم شكوا فيها اول مرة، فبعتها تاني علشان تأكد للتلاميذ على حقيقة قيامته. وفي تفسير للقديس ذهبي الفم بيقول ان محدش يلمس جسد الرب يسوع المسيح غير الاباء الكهنة على المذبح. ولما قال لمريم معلمنا توما والتلاميذ المسوني، اما مريم فقال لها لا تلمسيني. الظهور الثالث معلمنا بطرس الرسول. وفي رسالة مريم معلمنا بولس الرسول لأهل كورنثوس في إصحاح 15 آية 5، وإنه ظهر لصفا ثم لل12. الرب يسوع المسيح ساعة ما ظهر للمريمات قال لهم قولوا للتلاميذ والبطرس، لأن في وقت مار معلمنا بطرس فيه أنكر واندفع وهرب، فكان اللقاء ده لقاء عتاب وحب للرب يسوع المسيح. الظهور الرابع لتلميذي عمواس. تلميذي عمواس مار معلمنا لوقا وكليواس دول من 70 رسول، كانوا هم رايحين عمواس بلدهم، وتقريبا كان في المرحلة دي كان كل التلاميذ فكل واحد بيمشي في حتة، اللي رايح يصطاد، اللي رايح فقدوا الأمل، اللي رايح لبلده. فالرب يسوع المسيح حب ان هم يرجعهم تاني لأورشليم، وان هم يأكد ليهم فكرة القيامة. فالرب يسوع المسيح دخل معاهم في الحوار وابتدى ان هو يتكلم معاهم. ولما تظاهر الرب يسوع المسيح مش جهل حاشا، لكن هو علشان ياخد ويدي معاهم في الكلام ويفهمهم. فلما أخذ الخبز وكسر انفتحت عيونهم، لأنهم أكيد شافوا جراحات الرب يسوع المسيح.
ومن هنا رجعوا فعلا تاني وعلشان يبشروا ويقولوا ان الرب يسوع المسيح ظهر ليهم. وده مذكور في مار معلمنا لوقا 24 من أول آية 13. الظهور الخامس للتلاميذ من غير توما. في مار معلمنا يوحنا إصحاح 20 من أول آية 19: ولما كانت عشية ذلك اليوم في أول أسبوع، الرب يسوع المسيح ظهر ليهم والأبواب مغلقة إن هم كانوا خايفين من اليهود، وقال لهم سلام لكم. الظهور السادس للتلاميذ ومعاهم توما، وده كان الحد اللي يلي عيد القيامة. الرب يسوع المسيح لما ظهر للتلاميذ وما كانش معاهم توما، ده له مقصد، لأن الرب يسوع المسيح بيعالج حاجة أو ضعف في مار معلمنا توما اللي هو الشك. فكانت 8 أيام دي كانت صعبة طبعا على مار معلمنا توما. بعد 8 أيام كان، وده هنلاقيه في مار معلمنا يوحنا إصحاح 20 من أول آية 26، لما ظهر له الرب يسوع المسيح بعد 8 أيام من القيامة، وقف في الوسط التلاميذ وقال لهم، وكانت الأبواب مغلقة برضو، وقال لهم سلام لكم. وقال لتوما: هات أصبعك إلى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما طبعا وقال: ربي وإلهي. الظهور السابع لسبعة من التلاميذ على بحر طبرية في يوحنا 21، لما مار معلمنا بطرس فقد الأمل ويئس ورجع قال: أنا هصطاد تاني بقى وهسيب الكرازة وهرجع أصطاد. فظهر لهم الرب يسوع المسيح، وكان طول الليل ما اصطادوش حاجة، فلقوا الرب يسوع المسيح على الشط في الصبح، وقال لهم: القوا الشبكة في الجانب الأيمن، وفعلا اصطادوا سمك كبير وكتير جدا. الظهور الثامن على الجبل في الجليل. الرب يسوع المسيح راحوا الجبل اللي هو حددوا ليهم وظهر ليهم هناك. كان قاصد الرب يسوع المسيح ان هم يروحوا الجليل، لان مكانهم اصلا الجليل، وكمان عشان يعرفهم ان هو جاي لهم في المكان بتاعهم. والجليل ده مكان، الجليل دي كانت مكان الذكريات، ولما دعاهم الرب يسوع المسيح كان في الجليل. في مار معلمنا متى إصحاح 28 آية 16: وأما 11 تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل السلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. الظهور التاسع لمار معلمنا يعقوب، وده مذكور في كورنثوس الأولى 15 آية 7: وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم الرسل أجمعين. اللقاء ده تقريبا الرب يسوع المسيح كأنه بيقول له على إن هو هيبقى أسقف لأورشليم، وكأن الرب يسوع المسيح اتكلم معاه لقاء زي ما احنا قلنا الرب يسوع المسيح كان مجموعات ولقاءات فردية، وكأنه بيوصيهم على الخدمة. الظهور ده كان لأكتر من 500 أخ في كورنثوس الأولى 15. وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد ركضوا. بنلاحظ هنا ان مار معلمنا بولس الرسول هو اللي انفرد بالظهور ده، والأناجيل الأربعة ما ذكرتش حاجة عنه. وكان الظهور ده فعلا ظهور كويس جدا ان مار معلمنا بولس الرسول اتكلم عنه، لان ده عدد كتير جدا، وده بيأكد حقيقة القيامة، لان عدد كتير قوي من الناس. كمان مار معلمنا لانه كان فريسي، وكانت عادتهم ان هم يعترفوا بس بشهادة الرجال مش شهادة النساء زي المريمات ومريم المجدلية. الظهور الحادي عشر كان على جبل الزيتون، وده الصعود. وبنلاحظ هنا ان مار معلمنا لوقا لان هو كان بيفسر اكتر انفرد برضو بالظهور ده، وذكر وقال: اخرجهم خارجا الى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، فسجدوا له ورجعوا الى اورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. ونخلي بالنا علشان ممكن حد يمسك آية معينة ويقول ان في تناقض في الكتاب المقدس، زي مار معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى إصحاح 15 لما قال: ظهر لصفا أولا وبعدين للتلاميذ. مار معلمنا بولس ده مفيش تناقض ولا حاجة. مار معلمنا بولس الرسول انه كان في الريس زي ما احنا قلنا، وكان عادتهم ان هم ما ياخدوش بشهادة النساء، وده كان صالحنا زي ما احنا اتكلمنا وقلنا ان ده دليل على القيامة، دليل قاطع. فكان بياخد بشهادة الرجال، ما كانش بياخد بشهادة المريمات أو النساء.